السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور، مساء كل شيء حلو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد وقصة جديدة من نوع تاني مختلفة. ولكن قبل ما نبدا القصة، اللي ما دايرش اشتراك يعني ابوني، ديروا لي ابوني باش نقدر نكمل شروط اليوتيوب. ديروا لي اعجاب وتعليق، وما تنساوش ديروا مشاركة الفيديو. وواحد الحاجة اخرى، ان شاء الله اللي عنده شي قصة كما كانت يخليها ليا في الواتساب. غادي نخلي لكم رقم الواتساب في التعليق وتحت صندوق الوصف، ونبداو القصة. في واحد الحي شعبي في الدار البيضاء كانوا الناس عايشين في سكينة وطمأنينة، حتى جا النهار اللي قلب فيه الحال. كانت عندنا واحد القضية غريبة، واللي هي اختفاء ديال مريم، البنت باقا صغيرة اللي كانت كتعيش مع عائلتها في واحد الزنقة ضيقة في الحي الشعبي. مريم كانت كتمشي للمدرسة بحال أي بنت، لكن هاد المرة ما رجعاتش للدار. الوالد ديالها كان عامل بسيط في واحد الشركة صغيرة، وعايشين حياتهم في ظروف صعبة. لكن في هاد النهار العائلة كلها كانت في حيرة كبيرة. الشرطة دخلت في الموضوع مادام البنت ما رجعاتش، وكانت القضية تحت إشراف سعيد، الضابط ديال الشرطة الشاب اللي عنده سمعة زوينة في الدار البيضاء. سعيد كان معروف بتفانيه في الخدمة وبالذكاء ديالو. بدا التحقيق، ولكن مريم اختفت بلا ما تخلي وراها حتى دليل. جميع الناس ديال الحي كانوا كيحسوا بالقلق، وكان عندهم أسئلة بدون أجوبة. سعيد بدا كيحاول يلقى شي دليل. فاش مشى للحي اللي اختفت فيه مريم، سمع واحد الجار كيهضر وقال لي انه مريم كانت كدير مواعيد مع واحد الشخص مسن، يعني كتمشي عنده المكتبة. كان عنده محل لبيع الكتب القديمة، وكانت كتمشي عنده تما. سعيد حس بشي حاجة غريبة في هاد المعلومات، وقرر يحقق مع عبد الواحد صاحب المحل اللي فيه الكتب القديمة. في البداية عبد الواحد كان كيحاول يتهرب من الأسئلة ديال سعيد، لكن في النهاية بعد ما ضغط عليه سعيد قال ليه: كنت كنعرف مريم، كانت كتجي عندي هنا المحل باش تقرأ وتستافد، لكن والله ما كنتش عارف فين مشات. سعيد حس بشي حاجة في التصرفات ديال عبد الواحد، وقرر يراقب المحل ديالو. سعيد مشى لمحل الكتب دائما، كل يوم كيمشي المحل ديال الكتب. وفي واحد الايام لاحظ ان واحد الراجل كيوقف ديما قدام المحل، وكيدير شي حوايج غريبه، كيحاول يدرج وجهه ويدرج راسه. حتى لواحد النهار دخل واحد الزنقه ضيقه، وحاول يسولو سعيد: شنو كدير هنا؟ الراجل كان سريع في الهروب، ولكن سعيد بقى فيه الشك. قرر يتبعه، وقرر يدير شي خطة باش انه يراقبه. بعد شوية سعيد توصل بمكالمة غريبة من واحد المجهول. قال ليه: اذا بغيتي تلقى مريم غادي تلقاها في مكان بعيد، ولكن غادي تكون في خطر. سعيد ما ضيعش الوقت ومشى في اتجاه المكان اللي قالوا ليه. وصل مع الفرقة ديالو، ولكن للأسف اشنو لقاو مريم كانت ميتة في واحد المكان مهجور. لقاو الجثة ديالها. علامة العنف كانت واضحة على الجثة، ولكن ما كانش اي دليل كيبين انه شكون اللي قتلها. سعيد بقى كيساين ان القضية تكبر ويبانوا توقعات اخرين ودلائل اخرين، ولكن مع مرور الوقت بدا كيتوصل بمعلومات كتقول ان مريم كانت متورطة في شبكة كبيرة ديال تهريب المخدرات والأسلحة. الشخصيات اللي كانوا في هاد الشبكة كانوا دايرين علاقات مع ناس كبار في المدينة، وزاد اكثر القصة تعقيدا. سعيد دخل في طريق مجهول، بدا يحقق في افراد العائلة ديال مريم. بعد التحقيقات اكتشف ان الاب
كان عنده ديون كبيرة بسبب قروض خداها من ناس مشبوهين. هذه كانت أول خطوة في كشف الحقيقة. في واحد النهار سعيد اكتشف أنه كان في واحد المؤامرة كبيرة بزاف. مشى في التحقيقات ديالو ولاحظ أن عبد الواحد صاحب محل الكتب القديمة كان هو المدبر الرئيسي ديال شبكة تهريب البشر والمخدرات. كان كيظن الناس أنه مجرد شخص بسيط، ولكن في الواقع كان هو اللي كيدير كل شيء. سعيد هز يديه، فكر في كل شيء اللي كيعرف، وفكر في كيفاش يقدر يواجه هاد الشبكة ديال الجريمة. لكن في لحظة اللي كان كيقترب فيها من الحقيقة كيتلقى تهديدات من مجهولين. سعيد قرر ما يستسلمش، ولكن قرر يواجه عبد الواحد في مكان بعيد، بحال اللي كيوقع في سيناريوهات ديال الأفلام. في المواجهة الكبرى عبد الواحد اعترف بكل شيء. كان هو العقل المدبر وراء اختفاء مريم والعديد من الفتيات الأخريات اللي تم استغلالهن في تهريب البشر. كانت المفاجأة أن عبد الواحد ما كانش لوحده، كان عنده شركاء داخل جهاز الشرطة. سعيد ما توقفش ودار خطة ذكية باش يوقع بالجميع. العصابة تم القبض عليها كلها وكل شي بدا كيبان. سعيد أصبح بطل في الحي، ولكن القصة ما كانت سهلة، حيث كانت عنده معارك كبيرة مع الفساد داخل جهاز الشرطة. سعيد كمل المهمة ديالو في محاربة الجريمة والفساد وحقق في قضايا أخرى معقدة، ولكن دائما كان كيحس أن المدينة الدار البيضاء مازال فيها أسرار مخفية. توصلنا النهاية أو قبل نهاية القصة، والكمالة ديال القصة إن شاء الله في الفيديو جديد. نتمنى أنكم تجيو الفيديو جديد إن شاء الله، غادي نلوحو غدا أو بعد غدا، ونتلاقاو في الفيديو الجديد وتكملة القصة. مع السلامة.